السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم في قناتي خواطر ماهي. الفيديو اللي فات اللي هو كان عن بدائل رخيصة لمنتجات مكياج، يعني حاجات تكون بتساعد جنب الحاجات الغالية. نسيت ان انا دي كانت المنتجات اللي انا فرجتكم عليها وتكون جبتها منين وبكام. نسيت ان انا مش عارفة وقعوا ازاي مني في النص اتكلم عن ده ودي، البيوتي بلندر دي والميك اب تولز دي او السيت دي، مع انها حلوه جدا 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 يعني دي بالذات. فهتكلم عنها في الفيديو ده. اول حاجه اللي هي البيوتي بلندرز ديت، دي احنا لان ده بدأ رخيصه، فدي كانت سعرها 10 ريال سعودي. انا كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات ان دي كانت من جده بالمملكه العربيه السعوديه، فالاسعار هتبقى بالريال السعودي. البيوتي بلندرز ديت عجبتني علشان انا اساسا كنت بدور على الميني بيوتي بلندرز، الميني بلندرز الصغننين دول هم علشان الكونسيلر وكده، فلقيتهم غاليين جدا وانا يعني مش بحط اساسا كونسيلر كتير. ده غير ان احنا اساسا بنستخدم فرشه للكونسيلر، فانا عندي فرشه كونسيلر وفرش غاليه وفرش رخيصه، فمش محتاجه كل الحاجات الكتير قوي الغاليه دي. فعلشان كده قررت اجيب دول، وكمان لقيتهم ناعمين قوي. وكنت جربت ان انا اجيب من ساتي ماكس، لقيتهم وحشين جدا وناشفه قوي وما بتعملش بلندنج خالص، فاللي هو رميتها فعلا في الزباله يعني. لكن دي حلوه قوي، طريه جدا وناعمه جدا. وحتى انا صحيح ما استخدمتهاش لسه، بس من المزمز بتاعها واضح ان هي ناعمه قوي قوي قوي. ودي حتى كمان ناعمه قوي سوفت، وده بيدل يا جماعه على ان هي مش هتشفط كل الماده اللي انت حطاها، سواء كانت كونسيلر او فاونديشن، وهتعرف توزعها كويس على الجلد. واتمنى فعلا انها تكون كده، وان شاء الله اجربها واعمل عليها ريفيو وعلى المنتجات دي كلها، ان او المنتجات اللي انا ما جربتهاش، واقول لكم بالظبط هي كويسة ولا لا. الحاجة بقى التانية الحلوة قوي اللي هي دي، اللي هي الميك اب تولز دي، السيت دي او المجموعة دي. المجموعة دي انا جبتها مخصوص عشان دي الحاجة البينك دي. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الأداة اللي احنا بننظف فيها فرش المكياج. الأداة دي أنا كنت بشوفها على اليوتيوب، وكنت بنظف يعني فرش المكياج بتاعتي، يا إما بالوايبس يا اما يعني عادي كده بغسلهم. في طبعا طرق كتير لتنظيف فرش المكياج، ان شاء الله نبقى نتكلم عليهم بعد كده في فيديو منفصل. لو عايزين اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم عليها فيديو منفصل ان شاء الله. لكن يعني قصه دي ان انا كنت لما شفتها في فيديوهات كتير قررت ان انا ادور عليها. دورت عليها كتير جدا ما لقيتهاش، وواضح انها مش عارفه هي نادره ولا ايه. المهم ان انا لما لقيتها غاليه جدا، تري اوفر، فقلت لا يعني مفيش داعي. فقمت انا رحت لقيتها بالصدفه في المكان ده. تابعوا في الفيديو الاولاني الجزء الاول وانتوا تعرفوا المكان ده ايه اللي انا جبت منه الحاجات الحلوه دي. فلما لقيتها مهمه عجبتني جدا جدا، خصوصا ان انا لقيت الست دي كلها على بعضها ب10 ريال بس. فيعني ممتازه. هي عباره عن دي اللي هي اللي بننضف فيها فرش المكياج، زائد واحده بيوتي بلندر، زائد الفرشه دي. الفرشه دي انا معرفهاش، مجربتهاش قبل كده، لكن لقيت ناس بتستخدمها للكونتورينج وناس تانية لفاونديشن. مش عارفه يعني، فقلت اجربها. بس انا لسه يعني انا عمري ما جربتها قبل كده، فقلت اجربها. زائد البيوتي بلندر برضو لقيتها ناعمه ولذيذه كده، فقلت استفيد من بيوتي بلندرز زياده مع الاداه ديت. وان شاء الله اجرب المجموعه ديت، وان شاء الله اقول لكم ازاي بنستخدم الاداه دي في تنظيف الفرش. بس تابعوني واكتبوا لي تحت في التعليقات، واعمل لكم مخصوص ان شاء الله فيديو مفصل عنها. بس ده كان الفيديو عن الحاجتين اللي كنت نسيتهم دول. اتمنى تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا واستفدتوا. تابعوا الجزء الاول من الفيديو ده اللي هي بدائل رخيصة لمنتجات المكياج، علشان تشوفوا بقية الحاجات دي كلها جبتها بكام وهي عبارة عن ايه، وكمان
تعرفوا جبتها منين بالظبط. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديوهات، وما تنسوش تشتركوا في القناة، دوسوا على كلمة سبسكرايب او اشتراك المكتوبة بالاحمر، وكمان على زرار اللي على شكل جرس اللي جنبها علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي. وانا فعلا بحبكم جدا من قبل ما اشوفكم، واتمنى اشوفكم تاني واشوفكم على خير. واي حاجة تطلبوها اكتبوها لي في التعليقات. والسلام عليكم. خواطر ماهي.